اقوى تسريبات شراكة سكويد جيم، تسريبات رسمية 100% من عند جارينا. وعايز اقول حاجة، الفيديو ده لو جاب اكبر عدد من اللايكات، الفيديو اللي بعد الجاي هنزل لكم او هحط لكم مفاجأة، ممكن في الشورتس او في اي حتة، بشرط ان هو يجيب اكبر عدد من اللايكات. وهنزل لكم بعد الفيديو بتاع قائمة الأمنيات بتاعت ناروتو تشابتر 2. فبدون ما اطيل عليكم اكتر من كده، لحظة واحدة. هاي شباب، معاكم زياد من قناة جيم انترتينمنت، والنهاردة احنا طالعين نتكلم عن الشراكة اللي انا متحمس لها قوي دي. فبدون ما اطيل عليكم اكتر من كده، لايك سبسكرايب، ما تنسوش تفعيل زر الجرس ده بس لو عجبكم الفيديو. لو ما عجبكوش مش لازم تعملوا ده، عادي جدا. ودلوقتي يلا بينا على قائمة امنيات سكويد جيم. انت بتعمل ايه هنا؟ انت مش من سكويد جيم. اول حاجة عندنا الحزمات الصوتية. طبعا دي الحزمات الدائمة، تمام. انا دلوقتي مش هقول ايه هي الحاجات اللي ببلاش والحاجات اللي مش بلاش. وعندنا الحزمة التانية والحزمتين مع بعض، بس دي غالبا تكون مدة 15 يوم زي ما كان مكتوب مسبقا. دلوقتي عندنا كمان التلجة، اللوت بوكس، وكمان البانر ده او الافاتار ده، وعندنا الحزمة دي والحزمة دي، وكمان اللاعب، سكن الفي اي بي، وسكن البنت، وحاجتين كده زيادة هنتكلم عنهم. طيب دلوقتي انا بقى طالع ااكد ايه المجاني وايه اللي مش مجاني 100% يا جماعة، 100%. وركزوا في كلمة 100% دي جدا جدا جدا. اول حاجة نسمع الحزمات الصوتية، اعتقد انتوا سمعتوها بس نسمعها تاني. حاجة مهمة، اي حد اتفرجتوا معاه كان بيقول ان الموضوع مش اكيد، بيقول مثلا ان الجايزة دي مش اكيدة او الجايزة دي مش اكيدة، لا، الجوائز دي خلاص بقت اكيدة رسميا. اول حزمة صوتية معانا وهي حزمة الجنود، نسمعها كده. معلش يا جماعة، على حظنا لما جيت افتح فتحناها على اعلى جزء في الاغنية كلها بتاعت اسمها ايه، هي بتاعت اللي اسمها ايه وخلاص. هو الجزء بتاع الاغنية بتاعت يعني ما ينفعش نشيلها، اشيلها بلوز. لحظة، اعتقد تتشال من السيتنجز. طب اشيلها وارجع لكم يا جماعة، اشيلها وارجع لكم. دلوقتي نقدر نسمع بمنتهى الاريحية اللي في العالم سيمفونية ما فيش زيها في الكوكب. ايه وقفت ليه الاحراج ده؟ وعندنا التانية طبعا وهي واحلى حاجه ان انتوا تقدروا بس ده في قائمه الامنيات بس، تمام، تقدروا تشغلوا الاتنين ورا بعض. اعتقد ممكن تعملوا كده وانتوا بتلعبوا مع سكواد. معرفش صراحه، جرين لايت وريد لايت مش مفيده لا هي ولا التانية. اوكي يعني التانية لو عايزين تحسوا ان انتوا جنود وكده ممكن تشغلوها يعني، بس جرين لايت وريد لايت لا، مفيده جدا ان انتوا ممكن تسخفوا بيها تسخفوا بيها وتعملوا بيها مقلب في اصحابكم، اللي هو ايه اللي مش هيقف مثلا هجيب واحد من سكواد تاني يقتله، اي حاجه بقى يعني، نشغل اتنين مع بعض. وزي ما انتوا شايفين دول هيكونوا الاتنين مع بعض لمدة 15 يوم فقط. اما لو عايزين تجيبوهم كلهم فبرضه هيكونوا مجانيين. اعتقد توكنز او مهمات او حاجات زي كده هتكون دي ودي، زي ما انتوا شايفين وسامعين وشامين. بعد كده عندنا ده برضه بالمجان يعني. عندنا كام جايزة حتى الان؟ 3 جوائز، ولو هنحسب الحزمتين مع بعض يبقى 4 جوائز. فعندنا حاليا 4 جوائز، بس احنا هنقول 3 جوائز. عندنا الافاتار ده برضو بالمجان، 100% بالمجان يا شباب. بعد كده عندنا التلجة واللي بالجواهر. للأسف التلجة بالجواهر للأسف، مع كامل أسفي إن التلجة بالجواهر، وده شكلها في الإيد، بس مع كامل أسف إن هي بالجواهر يعني، ما أقدرش أقول حاجة غير كده يعني. والحزمة دي الحزمة اللي بالقناع، الحمد لله جاية مع القناع والافاتار وكل حاجة واللبس والدنيا تمام. وعندنا برضو هذه الحزمة، اخيرا لبسوها قناع وسطروها، الهي ربنا يسترهم. طبعا دي الاقنعة لوحدها، المربع والمثلث مش عارف ايه، مش عارف انا ليه مش حطيتهم لوحدهم.
تعالوا نحطهم لوحدهم بما ان احنا خلاص بنخصص قائمة امنيات سكويد جيم فقط. فدي الاقنعة زي ما انتم شايفين، وعندنا السكن. الناس كتير قوي 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 قالت ان السكن ده مجاني. ناس كتير جدا 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 قالت ان السكن ده مجاني، وان السكن ده هينزل مجاني في سيرفر مينا وفي جميع السيرفرات، ولكن في الاغلب هينزل في سيرفر مينا مجاني. عندي لكم مفاجأة وحشة، السكن ده مش هقولها دلوقتي. طبعا دول بالجواهر، وده كمان بالجواهر للأسف. بعد ما كان في كلام عنه ان هو بالمجاني، طلع الكلام ده اشاعات، اللي هو مع ان الغزالة يعني مش مهمة يعني عشان تكون بالجواهر. يعني لو كان مثلا البومة، فالبومة طبعا كلنا عارفين بتاعت مين لو انت بتتفرج على المسلسل، فهي كانت بتاعت اللاعب رقم 1 او ما يعرف بأو النام. طبعا انا حافظ اسمه عشان بس محدش ينبهر ولا حاجة. طبعا دي دول دي زي بتاعت ناروتو، بس بدل ما بتكون يعني هوريها لكم. استنى، مش هنبعد من بعض يعني، ما احنا في اللعبة اوريدي، فهوريها لكم. صراحة انا ما اعرفش اسمها او مش متأكد من اسمها قوي. اللي هي دي بدل ما بتكون كده كلها مليانة ناروتو، او اللي هي دي بطاقة تعريف الهوية غالبا اسمها، بدل ما بتكون كلها ناروتو او كلها الصورة. ايه ده، الله، دي فيها افكتات اول مرة اخد بالي. بدل ما بيكون كلها فيها الصورة زي ما انتم شايفين كده، هي دي لوحدها ودي مع البيانات، هتكون بهذا الشكل اللي انا وريته لكم. طبعا اخينا ده جاي معاه يعني لازم بانر وافاتار. مفيش افاتار من غير بانر، مفيش بانر من غير افاتار، فهو بانر وافاتار جايين مع بعض. اما بالنسبه لدول اعتقد دي بتاعت سوري يا جماعه، اعتقد دي بتاعت اللي هي في عليها 2000 يا جدعان، في 2000 حطيناها في قائمه الامنيات، او 2000 متحمسين لها. كنت عايز اقول ايه، دي بتكون اللي هي زي ما قلت لكم بتاعت بطاقه الهويه. ده يا جماعه الافاتار ده، سوري، ده البانر غالبا، ده البانر او فريم هيتحط يا اما على البانر يا اما تحطه على اي بانر تاني لو انت عايز يعني، براحتك. طبعا زي ما انتم شايفين كلمه سكويد جيم منوره في كل حته. ونيجي لاخر واهم جايزه بالنسبه لي، مجانيه 100% والله العظيم. انا حماسي مليون للجايزه دي، حماسي مليون بل مليار للجايزه دي. طبعا كل الجوائز دي مؤكده في 100%. لو مش متاكدين من جوائزي فروحوا لاكتر يوتيوبر انا ممكن ارشحه لكم، وانا بحبه وحبيبي جدا وصادق في كلامه جدا 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 جدا. لو ما تعرفوش فهو اسمه سكر، غالبا سكر تي واي او حاجه كده، بس اكتبوا سكر فري فاير هيطلع لكم. هو طبعا مأكد كل الكلام، بيأكد كل الكلام، بيقول تسريبات برضو ايه لسه ما نزلتش. اللوت بوكس، اللوت بوكس يا جماعه ده اكتر حاجه انا كنت متحمس لها في الشراكه دي، لان انا بحب الشكل ده. وعامه اللوت بوكس ده هتلاقوه معايا 24 ساعه مش هشيله، لان انا يعني بحب شكله بشكل عام. وبعد كده عندنا حاجه انا ما اتكلمتش عنها، واللي هو سكن البنت. زي ما انتم شايفين ده سكن البنت من قريب وده من بعيد، نفس بالظبط العروسه بتاعت سكويد جيم، واللي هي ده صوتها. طبعا زي ما انتم اكيد عارفين ان ده صوتها. فاستنوا عايز اوريكم حاجه، سمعكم حاجه. تحفه 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 تحفه. ايه بقى هي المفاجاه الوحشه اللي انا كنت سايبها لاخر فيديو؟ انا كان والله العظيم نفسي اقفل لكم الفيديو بحاجه حلوه، بس يعني مش بايدي. يعني كان عندنا حاجات اهم، شايف ان هي حاجات اهم المفروض نتكلم عنها. طبعا نرجع تاني ونتشيك تاني على الحاجات اللي بجواهر، واي حاجتين انا مش هقول عليهم بجواهر فانتوا لازم تعرفوهم. اول حاجه معانا وهي التلجة يا جماعه، بالجواهر للاسف. كان نفسي تطلع فري، بس هي عشان يعني 3 دي يعني وكده. وبعدين عندنا الحزمه دي والحزمه دي، واللي انا معرفش الصراحه ايه الفرق بين الحزمتين، الا غالبا الحزمه دي جاي معاها اللي هو ايه قناع واحد، والحزمه دي جاي معاها الاربع اقنعه والافاتار. بالنسبه للاقنعه الاقنعه الاربعه، ومعاهم واحد خامس بتاع الفرونت مان بس هو مش معايا. الاقنعه دي كلها بالجواهر. وبالنسبه لدي ودي فما فيش عنهم اي كلام. في برضو ايتم انا مش معايا تاني غير القناع بتاع الفرونت مان او الحارس، سوري، او القائد،
وهو الحصالة او الشنطة معمولة بشكل الحصالة اللي هي المشهورة بتاعت سكويد جيم، وبتطلع افكتات فلوس وفيها فلوس. بالنسبة للشنطة برضو فهي 100% مجانية. طيب ايه هو الخبر المحزن؟ يعني انا جبت لكم اهو اخبار يعني حلو اهو. الخبر المحزن ان السكن ده في كل السيرفرات، فما اعتقدش هيجي على مينا ويتغير مش ببلاش. السكن ده في كل السيرفرات بجواهر، وانا اعتقد انه علشان الجرينة اتفرجوا على المسلسل، فبعد ما شافوا التضحية الكبيرة اللي قدمها البطل صاحب هذا السكين، فقرروا ان هم يخلوه بالجواهر. طبعا ده هبد من عندي لان انا ما عنديش اي معلومات ليه يخلوه بالجواهر في كل السيرفرات حرفيا، مع انه باين في الاعلان وفي كل حته ان هو المجاني، وهذا هو السكين المجاني. واو بجد 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 جارينا، بسم الله ما شاء الله. جارينا انتوا ايه الشيء اللي انتوا بتتعاطوه يعني سكن بهذه التفاصيل وهذه الدقة واللمعان والتفاصيل دقيقة دقيقة دقيقة، ده يبقى ببلاش؟ لا، وفي كل سيرفرات العالم، مش مينا بس، لا كل سيرفرات العالم. لا بجد واو اميزنج. يعني جارينا انتوا مبدعين بشكل اوفر. انتوا بتجيبوا الابداع ده منين؟ يعني السكن المعفن ده ولا مكون حرفيا من تي شيرت، مش عارف انا مش حاططها ليه، وبنطلون وكوتشي. السكن ده بجواهر، ايوه. اما بالنسبه للسكن هذا المليان تفاصيل الجميل الرهيب الرائع ببلاش. عن نفسي هنقوم عاملين حاجه بسيطه جدا. نجيب نجيب كيلي ونحط لها قدرة اوراين وكل القدرات اللي انا حاططها مع اوراين، ونلعب بهذا السكن طول السيزون. هتقولوا لي هتلعب ببنت وبسكن بنت؟ هقول لكم قدامكم خيار. حد يكون عنده سكن مجاني يلعب بيه ويرفضه؟ ليش؟ انا عارف ان الفيديو طول جدا، ولكن زي ما شفتوا احنا شرحنا شرح مفصل. واخر حاجه هنعملها هنعد الجوائز المجانيه. طبعا الناس بتتمنى، ناس كتير قوي 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 قوي، وده اللي انا اتوقع ان هو يحصل، ان السكن ده هيرجع بالمجان، او جارينا هتعمل اللي في دماغها ومش هترجعه بالمجان. لان ناس كتير قوي عايزه السكن ده بالمجان. فسريع كده نعد معانا الجوائز المجانيه. ادي واحد، هنعد المؤكده بس، يعني دول لا، تمام. ادي واحد، سواء هيكون السكن ده او غيره. 2 3 4 5 5 جوائز مجانيه. ونسيت واحده كمان، 6 جوائز مجانيه يا جماعه. 6 جوائز مجانيه، يعني نص الحدث طالع مجاني. في بقى كام حاجه بالجواهر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي لا، مش نص الحدث طالع بالجواهر يعني، بس يعني ده اول حدث عادل. يعني ناروتو خدنا فيه حاجات بسيطة وحاجات قليلة جدا. الحدث ده واخدين حرفيا فيه 6 جوائز. بجد واو 6 جوائز، وضمنها جايزة بالشراكة كلها، بس انا اعتقاد ان السكن ده يطلع مجاني 100%. ليه بقى؟ لان انا لسه فاكر ان السكن ده ممكن نقول عليه وان بيس، او اللي هو قطعة واحدة، اللي هو مش زي ده. السكن ده زي ما انتم شايفين تي شيرت مش عارف مين. فهو السكن ده بالظبط يعني زي تمتم سهور، واللي طلع برضو فور فري، وناس كتير قوي كانت مستغربه هو ليه فور فري يا جماعه. عشان هو قطعه واحده يعني، فما فيهوش اي حاجه. هو بس هو حرفيا تمتم كله حاجه واحده. فبس هو ده كان الفيديو. بس هو ده كان الفيديو. لو عجبكم الفيديو كان معكم زياد من قناه ديمن انترتينمنت، والسلامات.